بالذات لما يكون عايش في فيلا. كويس جدا. بصوا بقى، احنا دلوقتي هندخل الفيلا، هنشوف غرفة مربية بالحمام بتاعها. كويس. وغرفة أساسية في الدور الأرضي عشان لو معاك حد كبير أو ضيف أو عايز تعملها مكتب، يعني أيا كان احتياجاتك الخاصة أنا بوفرها لك في الفيلا دي. أنا عاملة تشطيب للبيت بالكامل، كل البيت عندي رخام، كله رخام. ده مكان بس أنا مغطياه عشان الكهرباء والحاجات دي، عشان ميبقاش شكله مش حلو. ودي معانا غرفة المربية بالحمام، مختصة جدا بنفسها، يعني هي مبتبقاش كبيرة قوي. الدفع معايا بالدولار مش بالمصري، ولكن ممكن يكون الدولار ده قيمته مصرية. يعني ايه؟ يعني نعمل عقد بالدولار وندفع مصري عادي. كويس. ده المطبخ عندي ليه مدخل ومخرج من بره، يعني مدخل من داخل الفيلا ومخرج خارجي من الجاردن. كويس. انا بحب المطابخ اللي شبه كده الصراحه، بحس ان هي فيها خصوصيه برضو، لان المطبخ شويه قريب من الريسبشن، فلو معانا شويه حاجات او كده او الشغاله داخله او خارجه، فيعني افضل ان هي تخرج من الباب الخارجي وتدخل من الباب الخارجي. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل اللي في السقف ده احنا اللي عاملينه، السبوت لايتس، الازاز المعشق او المعشوق، مش عارفه اسمه ايه بالظبط بصراحه، بس كل ده شغلنا. مش